بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة اسم مقدار جبري على حد جبري، الدرس السابع في الوحدة الثانية، جبر الصف الأول الإعدادي. إزاي أقدر أقسم مقدار جبري على حد جبري؟ موضوع سهل جدا، زي بالظبط ضرب حد جبري في مقدار جبري. هو انا ازاي كنت بضرب حد جبري في مقدار جبري؟ قلناها قبل كده، ولو ما سمعتش الفيديو ده هسيبه لك في الاي اللي هتظهر فوق دلوقتي. كنت بضرب حد جبري في مقدار جبري ان انا كنت باخد الحد ده اضربه في حد من حدود المقدار الجبري، نفس اللي هعمله في القسمه بالظبط. لما اجي اقسم مقدار جبري على حد جبري، يبقى اخد كل حد من حدود المقدار الجبري اقسمه على هذا الحد. بس لازم تكون فاكر ان في حالة قسمة الاساسات المتشابهة تطرح الاسس. في الضرب كنت بمشي بطريقة ثابتة، كنت بقول لك اشارة في اشارة، عدد في عدد، رمز في رمز. في القسم همشي بطريقة ثابتة برضه، اشارة على اشارة، عدد على عدد، رمز على رمز. تعال نشوف المثال دوت وهنفهم منه اكتر ازاي بقسم مقدار جبري على حد جبري. لما اقول لك اقسم 6 س اس 2 زائد 2 س ص على 2 س، سيادتك هتاخد الحد الاول تقسمه على 2 س وترجع تاخد الحد الثاني تقسمه على 2 س. يعني هاخد 6 س اس 2 على 2 س وارجع اقسم 2 س ص على 2 س، يعني هتساوي. لما باجي اقسم حد على حد، اشاره على اشاره، عدد على عدد، رمز على رمز، زي ما قلنا قبل كده في درس قسمة حد جبر على حد جبر. 6 على 2 فيها 3، س أس 2 على س. في حالة قسمة الأساسات المتشابهة تطرح الأسس، يعني هطرح 2 ناقص 1 يديني 1، يعني يديني الناتج س أس 1، بس الواحد ما بيتكتبش. زائد 2 على 2 فيها الواحد وبرضه الواحد ما بيتكتبش، أو 2 على 2 طاروا مع بعض، س على س طاروا مع بعض. يبقى عود نفسك لما تيجي تقسم الشيء على نفسه، يعني نفس القيمة بتقسمها على نفسها، بيطيروا مع بعض. 2 على 2 طارت وس على س طارت، اتفضل صاد تنزل زي ما هي. طب في حالة ان مفيش صاد، بقسم 2 س على 2 س كلهم طاروا مع بعض، قال لي في الحالة دي تكتب الواحد. لكن لو في رموز او اي حاجة هتتكتب ما تكتبش الواحد، اكتب الرمز نفسه وخلاص. تمام كده؟ يعني كده افهم من الموضوع ده ايه؟ قال لي عند قسمة مقدار جبري على حد جبري، لما اجي اقسم مقدار جبري على حد جبري، نقوم بقسمة كل حد من حدود المقدار، بقسم حد من حدود المقدار على الحد الجبري المقسوم عليه. تعال نشوف امثلة اكتر، لان الدرس ده ممتع وسهل جدا وهتفهمه اكتر بالامثلة. مثال واحد، اوجد خارج اسمة. رقم 21 س أس 2 زائد 14 س على 7 س. مبدئيا يفضل كتابة المسألة على هذا الشكل، ما تعملهاش على اسمة، لا اعملها على بسط ومقام، هتبقى اسهل معاك بكتير. وطبعا مش كل المسائل هفصصها كده، انا فصصت ده عشان سيادتك تفهم احنا بنعمل ايه. لكن بعد كده هقسم مباشرة، هقسم 21 س أس 2 على 7 س وارجع اقسم 14 س على 7 س. في حالة قسمة حد على حد، اعرف ان انت بتقسم اشارة على اشارة، عدد على عدد، رمز على رمز. وفي حالة قسمة الاساسات المتشابهة تطرح الاسس. لما اجي اقسم 21 على 7 هلاقي فيها 3، س أس 2 على س فيها السين، موجب على موجب بموجب. 14 على 7 فيها الاتنين، س على س طارت. خلصت المسألة واداني الناتج بتاعي 3 س زائد 2. تعال نشوف مثال تاني، اقسم المقدار ده على الحد ده. مبدئيا لازم اظبط مسألتي على الشكل ده عشان تبقى سهلة معايا. يبقى هقول له 16 س أس 3 ص زائد 8 س أس 2 ص أس 3 ناقص 12 س أس 2 ص على كام بقى؟ سالب 4 س أس 2 ص، سالب 4 س أس 2 ص هتساوي. واحدة واحدة كده وركز في الإشارات، خاصة لو هتقسم على حد جبر إشارته سالبة. لما أجي أقسم موجب على سالب فيها السالب،
16 على 4 فيها الأربعة، س أس 3 على س أس 2 فيها السين لأن بطرح الأسس. صاد على صاد طارت. موجب على سالب بسالب. 8 على 4 فيها الاتنين، س أس 2 على س أس 2 طارت. صاد أس 3 على صاد فيها الصاد أس 2. سالب على سالب بموجب. 12 على 4 فيها التلاتة، س أس 2 على س أس 2 طارت. صاد على صاد طارت، يتفضل هي التلاتة بس، يبقى الناتج بتاعي سالب 4 س ناقص 2 صاد أس 2 زائد 3. ولو لاحظت ان المسألة جاهزة على الاسم على طول، ولاحظ كمان ان هنا مفيش اي اعداد قدام الف وباء وجيم، وطالما مفيش عدد يعني العدد اللي قدامه المفروض ان هو واحد. في حالة الاسم على واحد ما بتغيرش من حاجة، بمعنى اما اقول لك 3 على 1 فيها التلاتة، سالب 5 على 1 فيها السالب 5، 2 على 1 فيها الاتنين، يعني الارقام هتنزل زي ما هي باشاراتها زي ما هي. القسمة هنا هتبقى خاصة بالرموز اكتر. لو انا جيت ركزت 3 على 1 فيها التلاتة، الف على الف طار، باء اس 2 على باء فيها الباء، جيم على جيم طارت. ده كده الحد الاول. سالب على موجب بسالب. 5 على 1 فيها الخمسة، الف اس 2 على الف فيها الالف، باء على باء طارت، جيم على جيم طارت. موجب على موجب بموجب. 2 على 1 فيها الاتنين، الف على الف طارت، باء على باء طارت، جيم اس 2 على جيم فيها الجيم. ده الناتج بتاع المسألة. مثال 3 يوجد خارج اسم، ومديني 6 مسائل في مثال 3. تعالى نمسك مسألة ونحل. مبدئيا خلي المسألة 12 س أس 4 زائد 8 س أس 2 على 4 س هتساوي 12 على 4 فيها التلاتة، س أس 4 على س فيها س أس 3، موجب على موجب بموجب. 8 على 4 فيها الاتنين، س أس 2 على س فيها الس. بعد كده 14 س أس 3 ناقص 21 س أس 2 زائد 7 س على سالب 7 س. خد بالك ان المقسوم عليه اشارته سالبة، فركز في قسمة الاشارات كويس. موجب على سالب بسالب. 14 على 7 فيها الاتنين، س أس 3 على س فيها الس أس 2. سالب على سالب بموجب. 21 على 7 فيها التلاتة، س أس 2 على س فيها الس. موجب على سالب بسالب. 7 على 7 طارت، س على س طارت. في الحالة دي بقى الحالة الوحيدة اللي أنا بكتب فيها الواحد. ليه؟ لأن الرموز والأعداد طاروا مع بعض، وفي حالة إن أنت تقسم 7 س على نفسها 7 س، أعرف إن هم هيطيروا مع بعض والناتج بتاعها هيكون واحد. في الحالات اللي قبل كده ما كنتش بكتب الواحد لأن كان في رموز بتتكتب بداله، لكن في الحالة بتاعت النهاردة دي هكتب الواحد زي ما هو. المسألة رقم 3 هي جاهزة على الاسم على طول. 10 على 2 فيها الخمسة، ألف أس 6 على ألف أس 4 فيها الألف أس 2 لأن بطرح الأسس. باء أس 4 على باء فيها الباء أس 3 لأن بطرح الأسس. سالب على موجب بسالب. 8 على 2 فيها الأربعة، ألف أس 5 على ألف أس 4 فيها الألف أس 1. باء أس 3 على باء فيها الباء أس 2. موجب على موجب بموجب. 2 على 2 طارت، ألف أس 4 على ألف أس 4 طارت، باء أس 2 على باء فيها الباء. طب لو الباء طارت هي كمان، أعرف إن أنت كنت هتكتب الواحد، لكن طالما الباء فضلت معايا زي ما هي هكتب الباء والواحد ما بيتكتبش. مثال رقم 4 26 ه أس 2 زائد 14 ه أس 4 على 2 ه هتساوي 26 على 2 فيها 13، ه أس 2 على ه فيها الهاء، موجب على موجب بموجب. 14 على 2 فيها السبعة، ه أس 4 على ه فيها ه أس 3. مثال رقم 5 هتساوي موجب على سالب بسالب. 18 على 2 فيها التسعة، م أس 4 على م أس 2 فيها الميم أس 2. موجب على سالب بسالب. 32 على 2 فيها 16،
م أس 2 على م أس 2 طارت. مسألة رقم 6 وآخر مثال معانا في درس النهاردة. موجب على سالب بسالب 32 على 8 فيها الأربعة، س أس 5 على س أس 3 فيها س أس 2. سالب على سالب بموجب 48 على 8 فيها 6، س أس 3 على س أس 3 طاروا مع بعض. موجب على سالب بسالب 72 على 8 فيها 9، س أس 7 على س أس 3 فيها س أس 4. درس خفيف وسهل وبسيط، يا ريت نفهمه كويس عشان ده تمهيد للدرس الجاي. الدرس الجاي اتقل درس في جبر اولى اعدادي، ومش اتقل درس ان هو صعب ومش هفهمه والكلام ده، لا، محتاج عليه تدريب كتير جدا وحل تمارين كتير. وايضا درس النهارده سهل وخفيف وانت فهمته كويس قوي، لكن لو ما حلتش عليه تمارين كتير بعد فهم الدرس مباشره هتلاقي نفسك نسيت اصلا الدرس ده كان بيتكلم عنه. حل تمارين كتير على قد ما تقدر، الرياضه حل تمارين. اتمنى تكون فهمت ولو حاجه بسيطه معانا النهارده، وخد بالك ان مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.